اهلا اهلا، انا جيت وجبتكم اليوم الدجاجه محمره، ولكن ماشي بطريقه تقليديه، بطريقه جديده ومكونات جدادين. تيقوني اذا جربتوها تعجبكم. في المكونات عندنا القزبر، حبوب مطحون، الابزار، التحميره، السكنجبر والملحه والزعتر وورقه سيدنا موسى. انا نسيت ما صورتش مايزينا. اهم مكون اللي هو الدجنجلان كنغسلوه وكنطحنوه تقريبا كاس. عندنا كاس ديال الزيت، وعندنا كاس ديال الماء، عندي معلقه ديال الكيتشوب ومعلقه ديال العسل. ما صورتهاش حتى هي. كناخذوا المكونات كاملين في واحد المول، كنزيدوا عليهم الدجنجلان، كنزيدوا عليهم زيت الزيتون، وكنزيدوا عليهم كاس الماء. كنخلطوهم مزيان. ملي كنخلطوه مزيان كنزيدوا المعلقه ديال الكيتشوب ومعلقه ديال العسل. انا العسل نسيت ما صورتهاش. ومعلقه ديال مايزينا باش كتعطينا ديك الثقوليه ديال لاصوص. من بعد كنجيبوا الدجاجه ديالنا كتكون ديجا عندنا مغسوله بالماء والملح، الماء والخل، الماء والسكنجبر، اي واحد طريقته. كندخلوا فيها ديك المكونات. هنايا الدجاج الا بغيتي تخلي الدجاجه مكموله، بغيتي الدجاجه تفتحها وتقرطها، بغيتي الدجاج تقطعو طريفات صغارين كما حبيتي. انا هنايا الدجاجه غادي نفتحها، غادي نعمرها كامله من داخل ومن برا. من بعد كنغطيها بواحد السلوفان اولا الميكا، وكندخلها للنبيره. كنخليها ما بين نص ساعه ساعه المكانه، نهار كامل. انا خليتها نهار كامل عاد طيبتها. كنطيبوها مزيان على البوطه، عاد كندخلوها الفران تتحمر. تيقوني ديك لاصوص كتجي غزاله، كتجي خاطره حيت فيها مايزينا باش كتجيبها عقده. كيجي مذاق ما بين الحلاوه وما بين الملوحيه. فعلا شي حاجه جديده، جربوها وردوا عليا.